السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الغاليين، أنا نيرو، دي قناتي. لو لسه مشتركتوش بالقناة أتمنى كده تنوروني بالاشتراك عشان عيلتنا تكبر بيكم. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم البرازق السوري. هعملها بطريقة حلوة قوي إن شاء الله تنال إعجابكم. بجد اللي ما جربهاش فايته كتير. أتمنى كده إن انتوا تجربوها لأن بجد طعمها خطير خطير يا بنات وهتعجبكم جدا. ولو عملتوها بجد هتركنوا كل النواعم اللي اتعملت في العيد ومش هتاكلوا غير البرازق دي. طعمها خطير وبجد لو جربتوها هتعجبكم جدا. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا لي بقى كده على الجمال والحلاوة. انا عاملاها كده بمقادير كده موجودة في كل بيت، شوية دقيق وشوية مية وشوية مكونات بسيطة خالص وهنعمل احلى برازق في البيت. بصوا دايبة دوب، ما شاء الله اللهم بارك، ناشفة كده وفي نفس الوقت دايبة دوب برضو. اللهم بارك. دي بتتعمل كده في الافران، بتبقى غالية جدا وبتشرب القطعة الواحدة. هنعملها كده النهاردة بكل سهولة. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير والطريقة. معايا كده كيلو دقيق، ده دقيق عادي جدا من عند العطار متعدد الاستخدامات. هحط عليه كده ذرة من الملح، تسم الفانيليا، هنزل كده بالفانيليا. انا بصراحة بحب الفانيليا اللي هي البودر دي، مش بحب السايلة خالص. واحط كده برضو لبن بودر. هحط كده 4 معالق من الحليب البودر بالشكل ده. الحليب البودر بجد بيديها طعم ونكهة حلوة قوي. هقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعض. وانزل بقى كده بنص كيلو من السمنة بدرجة حرارة الغرفة. انا مستخدمة سمنة عادية، سمنة اللي هي كريستال الصفرة. طبعا عايزة تستخدمي زبدة براحتك تماما، المتاح عندك استخدميه. هبدأ كده ابس العجينة كويس كده مع بعضها، السمنة مع الدقيق مع المكونات التانية اللي انا حطيتها. هفركها كده كويس جدا وهشرب كده الدقيق كله من السمنة. بصوا هبدأ ابس بقى كده لحد ما كل ذرة دقيق كده تتغلب بالسمنة عشان تبقى دايبة معايا دوب كده وتبقى طعمها حلو. هبدأ كده احط كوباية من المية دي ساقعة، وهنزل عليهم بكوباية ونص من السكر، سكر حبيبات بالشكل ده كده. واحط بقى كده معلقتين كبار من العسل. لو ما عندكيش عسل ممكن تحطي الشربات اللي هو التقيل اللي هو بيبقى بتاع الحلويات، او ممكن تحطي برضو شربات اللي هو العسل الجلوكوز ده. ما شاء الله اللهم بارك. هغطيها بقى كده بالشكل ده. طبعا عجنتها بقى، ما حطيتش المية لسه في المرحلة دي. انا عجنتها وبسيتها كده السمنة مع الدقيق وحطيتها لمدة ساعة كده في التلاجة. وبعد كده هبدأ بقى بعد ما سبتها ساعة في التلاجة هطلعها بقى كده. أبدأ أفكها تاني بإيدي وأبسها تاني، لازم تتبس على مرتين يا بنات. يعني أول مرة أنا بجمدها وبحطها في التلاجة وبطلعها تاني بعد ساعة، أقوم بسها تاني برضو وهي بالسمنة وبالدقيق. وبعد كده بقوم بقى حاطه الميه، بس لازم اكون بستها بعد ما اطلعها من التلاجة عشان برضو عايزينها تبقى دايبه دوب معانا كده وفي نفس الوقت تكون مقرمشه. نزلت بقى كده بالميه وعجنتها كده بالشكل ده. هي بتكون ملزقه معايا جدا ما تقلقوش خالص. بقوم حطاها بقى كده في التلاجة نص ساعه بعد ما بخلصها عجن بالميه عشان تبقى متماسكه معايا كده. بس اهم حاجه وانت جايه تحطها في التلاجة لازم تغطيها عشان برضو ما تنشفش معاكي. معايا بقى كده ربع كيلو من السمسم انا حمصته، حطيته كده في طاسه وقعدت اقلب فيه من غير اي ماده دهنيه من غير اي حاجه لحد ما خد معايا اللون الذهبي الخفيف، لان هو في الفرن هيحمر تاني. واحط بقى كده معلقتين من العسل. لو ما عندكيش عسل حطي برضو اللي هو الشربات اللي هو التقيل بتاع الحلويات. واحط كده 3 معالق من الميه. والدخان ده البخار ده طالع عشان السمسم انا لسه محمصاه. وهقلبه بقى كده بالشكل ده. احنا بنعمل الحركة دي عشان يمسك كده على البريزق ويبقى لازق فيها وما يقعش كده بعد التسوية. طلعتها بقى كده من التلاجة بعد نص ساعة وابدأ اعملها كده كور صغيرة عشان تبقى القرصية كده معايا بالحجم ده. وجيت في الاواخر برضو صغرت عن كده كمان واقوم حطاها بقى كده في السمسم بالشكل ده. ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم يا بنات بجد طعمها خطير خطير خطير. بس امشوا على كل الخطوات اللي انا قلتها عشان تطلع معاكم دايبه دوب وفي نفس الوقت تكون مقرمشه وطعمها حلو زي بتاع بره واحلى كمان. وكيلو الدقيق هيرمي معاكي كميه كبيره جدا. ببدأ بقى كده اعملها كور وابططها كده بالشكل ده. رفعوها يا بنات على قد ما تقدروا عشان تطلع معاكم مقرمشة. يعني احنا خدنا كده الذوبان بتاع العجينة بالبس اللي احنا بسناه في الاول، ونرققها بقى كده على قد ما نقدر عشان برضو تبقى مقرمشة معانا وفي نفس الوقت تيجي تاكليها تبقى دايبة كده ببقك وطعمها حلو. هشكلها بقى كلها كده بالشكل ده.
هحطها بقى كده في فرن البوتاجاز، على فرن انا مسخناه طبعا. اول ما بدأت تشكيل فيها بقوم كده مشغله الفرن، واقوم مدخله الصاج اللي خلصه، اقوم حاطاه في الفرن على طول. هي مش بتحتاج تخمير ولا اي حاجه، يا دوبك اول ما تشكليها حطها في الفرن على طول. بسيبها بقى كده في الفرن لمدة 15 دقيقة، وبعد كده في آخر 5 دقايق بقوم مشغلة الشواية لحد ما تاخد اللون الذهبي الخفيف معايا. ما شاء الله اللهم بارك، بتطلع معانا تحفة كده بالشكل ده بقى. ما شاء الله حطيتها كده في الفرن وسويتها. بصوا التسوية من تحت والتسوية من على الوش، تسوية كده تاخد اللون الذهبي الخفيف. ما شاء الله اللهم بارك. وعملت كده الشكل ده، بس الشكل التقليدي بتاعها اللي هو المدور. حبيت اعمل معاكم برضو الشكل ده. ما شاء الله اللهم بارك. بجد يا بنات اتمنى ان انتوا تجربوها، حلوة قوي قوي قوي. لو جربتوها هتعجبكم وهتركنوا كل النواعم اللي اتعملت. بصوا عملتها بقى كده بالفستق الحلبي ده، حبيت كده برضو اشكل، بس هي بصراحة بالسمسم طعمها احلى. حبيت برضو اشكل كده معاكم. لو عملتوها بجد هتركنوا كل النواعم اللي اتعملت في العيد. هي دي كده بقى الصبح كده نشربها كده مع شوية شاي او شوية لبن. بجد هتبقى حلوة قوي وهتبقى خطيرة. اتمنى كده ان وصفة النهاردة تكون نالت اعجابكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشجعوني كده بكلمة حلوة. بجد كومنتاتكم الحلوة دي بتفرق معايا كتير وبتفرحني جدا، وبتشجعني ان انا اكمل كده. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.